عمرك جالك رسالة فجأة من واحد صاحبك على ديسكورد فيها صورة لإيلون ماسك أو مستر بيست مكتوب عليها مبروك استخدم الكود ده واستلم يلا $5000 كاش دلوقتي هيجوا في حسابك. أول حاجة بتيجي في دماغك تقول هو إيه صاحبي اتجنن ولا إيه اللي حصل له ولا اتهكر، والأهم من كده هل لو فتحت الصورة دي هتهكر أنا كمان؟ هات كوباية قهوتك الجامدة وركز معايا علشان أحكي لك حكاية المافيا اللي ورا الصورة دي وبيسرقوك إزاي بالظبط. بص يا سيدي، الموضوع ملهوش مخترع واحد محدد نقدر نشاور عليه، دي شبكة وعصابات انترنت بتكبر من سنة 2018 على ديسكورد. العصابات ديت متقسمة لثلاث انواع. اول نوع معانا اللي هو قراصنة البيانات، ودول بيفيرسوا الجهاز بتاعك ويسرقوا حساب الديسكورد ويبدأوا يبعتوا رسائل النصب دي لكل اصحابك والسيرفرات اللي انت فيها. يعني افتح اي سيرفر كده مشهور هتلاقي مليانة صور النصب دي. وتاني نوع معانا اللي هو التسويق بالعمولة، بيكون مثلا تصميم الصور اللي هم بيشوفوها ديت، ودول بياخدوا نفس التصميم اللي بتشوفه ويغيروا بس اسم المشهور، مثلا ترامب مره KSI، ممكن يحط لك محمد رمضان الله اعلم، ويحط كود مختلف وهتفهم ليه دلوقتي. اما النوع التالت عندنا بتبقى منظمات كامله بتعمل منصات تداول وكازينوهات كريبتو وهميه من الصفر، عشان هم بيكسلوا طبعا وما فيش حقوق ملكيه في النصب اللي بيعملوه ديت. كلهم بيسرقوا تصميمات بعض، عشان كده بتحس ان كل صوره شبه بعض. السؤال المهم هنا ايه اللي هيحصل لما نخش على الموقع اللي في الصوره دي؟ هنا بنقف قدام احتمالين مفيش غيرهم. الاحتمال الاول الموقع هيبقى كله مضروب والنصابين هم ايه اللي عاملينه، وبيدوك كود يقول لك مثلا دخل الكود الفلاني ديت ورصيدك هيبقى $5000 دلوقتي والحق هتتغني ومش عارف ايه، تقوم انت متحمس وخلاص اتغنيت ياما ومش عارف ايه، تيجي عشان تسحبهم يقول لك استنى يا حبيبي راح فين؟ عشان تسحب المبلغ ديت لازم تعمل ايداع بمبلغ بسيط، يعني يقول لك مثلا دولار، نص دولار، 20 سنت، اي مبلغ. طبعا بمجرد انك تحط فلوسك بس فيها هتلاقي الفلوس كلها اتبخرت. اما الاحتمال التاني اللي هو الموقع فعلا بيكون حقيقي زي كازينات الكريبتو، بس النصاب بيستغل نظام العمولة اللي في الموقع اللي هو الافيليت، بيعمل الصور الوهمية ديت علشان يطمعك، ولما انت تسجل من اللينك بتاعه وتحط الكود او اللينك المخصوص اللي هو بعته هو بياخد عمولة من الموقع عشان جاب ناس للكازينو ده. وانا من وجهة نظري ان الاحتمال الاول ان هو الاصح اكتر، علشان لو مثلا لو تيجي تبصوا للصور هتلاقي ان كل صورة وصورة موقع مختلف، وده دليل على ان كل واحد عامل له موقع مع نفسه علشان يخليك تدخل وتحط فلوس في المنصة دي. هنا بقى نيجي لأهم نقطة، هل مجرد اني افتح الصورة جهازي هيتهكر؟ طول ما الصورة عادية PNG او JPEG او اي اكستنشن بتاع صورة معروف انك مجرد تشوفها او تفتحها او تقفلها مش هيعملك حاجة. لكن الخطر كله بيبدأ من اللي هتعمله بعد ما تشوف الصورة دي. النصاب بيلعب على طمع اللي عندك، شافك يعني فقير جربوع ما عندكش اي حاجه، بيقول لك يلا حبيبي نزل اللعبه المكركه اللي انت نفسك فيها يلا دلوقتي الموقع موثوق 100%. او مثلا يقول لك النايترو ببلاش، انت قدام صاحبك كده عر ما عندكش نايترو، روح يلا نزل البرنامج ده وهتاخده ببلاش في مدى الحياه. ممكن يقول لك افتح الملف الفلاني ديت هتعدل على اللعبه ديت وهتجي لك الهاك الفلاني، هتشوف ورا الجدار هتقتل كل اللاعبين. في الاخر اول ما تفتح الملف تتفاجئ انهم سرقوا باسورداتك كلها بتاعه الديسكورد، وممكن كمان غير الديسكورد اي وسائل التواصل الاجتماعي التانية، او ممكن حتى البنك عندك. عشان كده بيستخدموا حساب صاحبك اللي اتهكر، علشان عارفين لو انت مثلا جالك رسالة من واحد صاحبك عزيز عليك تفتح معاه كل يوم تلعب معاه كل يوم هتكون واثق فيه، وطبعا صاحبك لا عارف اللي بيحصل ولا داري بأي حاجة خالص. وعشان تحمي نفسك من الباب ده تماما اهم حاجة تعملها انك اياك والملفات الغريبة. اي امتداد EXE بيتبعت لك في رسالة نصية حتى لو مع اعز اصحابك ما تفتحوش الا ما تتأكد منه بمكالمة صوتية او يفتح لك شير ويقول له انت افتحه انت بنفسك الاول بعد كده انا اشوف. تاني حاجة بص على اللينك الاول، شوفوا مثلا لينك جوجل عادي، لكن ممكن يغيروا بدل حرف الاو في جوجل يحطوا مثلا زيرو، او يحط بدل حرف ال يحط مثلا اي كابيتال، بالتالي انت تحسب انه الموقع هو الموقع الاصلي لكن مغيرين في الحروف. وتالت حاجة انك تشغل ال 2FA، ودي طبعا مش هتغنيك عن الحاجات الاولى اللي انا قلتها لكن بتزيد نسبة الحماية عندك اكتر. وفي النهاية افتكر دايما ان لو اي حاجة شكلها احلى من انها تتصدق فهي غالبا انها نصب. مفيش اي منصة بتوزع الوفات على الناس كده محبة فيهم وخلاص، واكيد طبعا حرام انك تتعامل مع المواقع دي. وبس، ده فيديو قصير حبيت انزله، مع السلامة.